اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده نعمل بقى المحشي بتاع الاسبوع بتاعنا. لازم لنا كده يوم في الاسبوع نعمل فيه حلة محشي، صينيتين محشي، اهم حاجة محشي في الموضوع وخلاص. اعمل لهم بقى شوية محشي مشكلين كده، بتنجان خد جميل، على بتنجان ابيض، على كرنب، على فلفل، على كوسة وهيصة بقى. قطع بقى الخضرة كده بعد ما غسلتها، كزبرة وشبت وشوية بقدونس صغيرين. عارفة بقى لو استغنيتي كمان عن شوية البقدونس وخليتي كزبرة وشبت بس، يبقى طعمه زي العسل. حبة خضرة محترمين كده ب3 جنيه. والمحشي ده كله ما تفتكريش ان هم حبة كتار كده ولا حاجة، ده كل ده يتحشي ب1.25 كيلو رز بكتيره قوي يعني. اسلق بقى المية، احط فيها معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح وشوية كمون. بصراحة انا عملت نص الكرنباية بس، لقيتها كبيرة كده ما شاء الله، قلت ايه اما اعمل نصها النهاردة واخلي بقى ايه لو بقى شوية رز او شوية صلصة تاني يوم كده جنب شوية بطاطس او صينية بشاميل كده ايه، ونعدي اليوم. عندي كيس لحمة مفرومة في الفريزر، قلت ابقى اجدد بيها ايه وجبة تاني. وامسك بقى نص الكرنباية دي اهو كده، انا بحط شوية السكر بقى والكمون والملح، وانزل بقى بايه بنص الكرنباية. مش هتكمل يعني 3 دقايق يعني، وانا معاكم كده الكام دقيقة دول كانوا الكرنباية اتسلقت. ما تدوسيش عليها يا حبيبتي في السوا قوي. تفرغي الكرنباية كده الاول من العرق الكبير اللي فيها في النص ده، وتروحي ساقطة مسافة ما انا حطيتها كده في المية المغلية. يعني تعدي على ايدك كده، ايه اول ما تطرى معاكي في قلب الحلة بالمية السخنة تروحي نشلاها على طول. حبة محشي بقى عملتهم في الصينية. بصي لو انت عاملة عزومة وعملتي محشي الصواني ده، بس يعني بصراحة هو بيحب الصواني البايركس، يعني عشان هتحطيها ايه تاخديها من الفرن قدام الضيوف على طول، ولا تغرفي بقى ولا حاجة. انما لو انت وعيالك كده هو في صواني الألمونيا، صواني تيفال، براحتك. نعمل بقى مع المحشي شوية هشوي فرختين. شوية ايه الفراخ بقت بالشواية دلوقتي، ده احنا مش هنشوفها بعد كده. ربنا يعيني ويعينكم يا رب. الله يكون في عون اللي معاه عيال بصراحة في الغلا اللي احنا فيه ده. الحمد لله، ربنا ما بينساش حد برضه. يا ولاد اللي معاه بياكل واللي ما معهوش بياكل، البركة بتاعت ربنا قبل أي شيء. بنتي بتقول لي وانا بتكلم معاكم في الفيديو انت هتعملي فيديو خدمة اجتماعية؟ هم مش حاسين بحاجة. جبت بقى فرختين كده، هوريكم الصلصة وانا
بتبل بيها الفرختين، وهحط لكم في صندوق الوصف الطريقة بتاعة الشوي. فرختين بقى كده 3 كيلو يعني، وبأكد على 3 كيلو دول عشان الشوي بيحب الفراخ الصغيرة اللي حجمها صغير يعني، مش هتاخد معاكي وقت وفي نفس الوقت هتتأكدي ان هي تستوي معاكي في الشوي بسرعة. عملت بقى الصلصة دي في السريع كده اهو، عبارة عن طماطميتين ومعلقة صلصة وشوية روزماري، معلقة خل، ملح، فلفل، شوية قرفة، معلقة سكر كبيرة أو معلقة عسل نحل، بس أنا على طول بستخدم السكر بصراحة بديل العسل. وبعد ما تضربي ده كله في الخلاط تروح حاطة شوية زيت. ما بتحطيش الزيت ليه يا ام عنبر في الخلاط وانتي بتضربي القوطة والبصلاية؟ انا قلتلكوا انا حطيت بصل، بصلاية متوسطة كده مع طماطميتين مع معلقة صلصة، معلقة خل، عايزة تحطي عصرة ليمون حطي، مع الروزماري والملح والفلفل وشوية قرفة صغيرة. ضربتيهم في الخلاط تروحي نازلة بقى بمعلقتين 3 زيت، عشان لو حطيتي الزيت مع القوطة والصلصة وانتي بتضربيها في الخلاط هيبقى لونها فاتح، فخلي في الاخر خالص هو الزيت بعد ما تضربي في الخلاط. وتمسكي بقى الفراخ من بره ومن جوه. طبعا انا بعمل قدامكم بالفرشة وبحط بين الوراك كده اهو التتبيلة، بس يعني ده عشان ايه؟ ما بينش ايدي يعني ان هي مطرحها حاجة قدامكم، انما انا بقى ايه دلوقتي همسكها واعمل لها مساج بقى كده هنا والله كنت حسيت اني دخت شوية في المطبخ كده بصراحة يعني، فخرجت وبنتي قالت لي ماما هاتي انا خرطت 4 بصلات كبار ونص كوباية زيت كده، وراحت مقلية البصل وراحت نازلة بالطماطم المضروبة في الخلاط. طبعا انتوا عارفين ان انا بسلقها الاول وبعد كده بضربها في الخلاط، كتر خيرها يعني بصراحة. وحطت بقى ملح وفلفل وشوية كمون ومعلقة سكر كبيرة. بصوا هي الصلصة بسم الله ما شاء الله من قبل ما تغلي وهي زي الفل. هنا بقى مية وصلصة، خدت كبشتين صلصة شالتهم لغاية ما انا بقى ايه رحت واخدة نفسي كده وقمت بقى حطيت كبشتين صلصة ومعلقتين ملح كده، معلقة سكر كبيرة وشوية فلفل اسمر وشوية كمون. معلش المقطع بتاع الحشو بتاع الكرنب بقى دوت هي يعني ما خدتش بالها بقى راحت مطيراه، ما يجراش حاجة فداك يا بنتي. المحشي كتير على القناة يا جماعة، هسيب لكم برضو ايه في ديسكريبشن طريقة المحشي. كده بقى سقيت انا اول صينية اهي. عايزة اقول لكم محشي الصواني ده تحفة يا جماعة، جربوه خصوصا لو عندكم عزومة ولا حاجة، منظر وشكل وطعم. هو بس محتاج منك ايه؟ ان انتي ورق فويل، وانا دي برضو انا ما بتقفش قصادي مادام عندي حاجة في البيت اعرف اغطي بيها الصواني مش مشكلة. لو انت عندك كده برضو ما تجيبيش ورق فويل. بصي بقى دخلته في الفرن اهو، بصي غطيته بالسرافيس والله اللي عندي، وفوق اهوت الفراخ بقى. بصي عسل عسل عسل. جربي بقى يا حبيبتي الطريقة دي. انا عارفة معظم حبايبي اللي بيتفرجوا عليا بياخدهم الفرجة على الفيديو بينسوا يشتركولي، فوانتي فاكرة كده اشتركيلي في القناة وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه، واللايك بقى حبيبتي.